بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبطال بالصف الأول، شلونكم شخباركم؟ عساكم بخير. الأحباب، اليوم راح أشتغل على صفحة 56 خاصة بالمسائل الحياتية، تقدير الجذور التربيعية والتكعيبية. هذا الموضوع مهم، كلش مهم، بالثاني متوسط والثالث متوسط. الشغلة الثانية شباب، احتاج انه الفيديو مالتي يوصل ل10,000 لايك، لان لازم نعفي اكبر عدد ممكن من ابطالي بالصف الاول المتوسط. عندنا حقيبة ملازم هم من 9 ملازم كلش راقية، بيها ملزمة الرياضيات من الفصل الاول للفصل الرابع، بيها ملزمة الاحياء كاملة، بيها ملزمة الاجتماعيات كاملة، بيها ملزمة الاسلامية كاملة، بيها ملزمة الفيزياء بكل ملخصاتها، بيها ملزمة الإنجليزي بكل ملخصاتها، بيها ملزمة الرياضيات التكميلية من الفصل الخامس للسابع، وبيها ملزمة الكيمياء بكل ملخصاتها وشروحاتها، وبيها ملزمة قواعد اللغة العربية بكل تفاصيلها وشروحاتها، بكل شغلها يوصلكم إلى درجة المية والإعفاء. اطلبوه من خلال واتساب 0770 88 127، توصل لكل محافظات العراق بسعر 80,000 دينار، 9 ملازم. من اجي انا وياكم الى التمرين الاول اللي هو فقرة 22. قال حديقة منزل مربعة الشكل، مساحتها 101 متر مربع، قدر طول الضلع باستعمال الجذور التربيعية. قدر طول الضلع باستعمال الجذور التربيعية. طبعا احنا من الخامس ابتدائي تعلمنا، وبكل شروحاتنا قلنا لكم اذا انطاك مساحة ويريد طول الضلع نستعمل الجذر التربيعي، مربع جذر تربيعي، مربع جذر تربيعي. اذا هنا ما دام انطاك المساحة ويريد طول الضلع، اذا طول الضلع يساوي الجذر التربيعي للمساحة ويساوي الجذر التربيعي لل101. اجي اقول اكو عندي عدد اضربه في نفسه ينطيني 101؟ لا، ما عندي. اذا شو اسوي؟ اجي اقول جذر ال101 لازم هو اكبر من عدد واصغر من عدد. يا رقم اضربه في نفسه ينطيني رقم اصغر من ال101، 10 في 10 اللي هو منو؟ 100. ورا 10 في 10 شي يجيني؟ 11 في 11 شقد؟ 121. اذا جذر 121. اذا 10 في 10 100، 11 في 11 121. طلع لي جذر اصغر من ال101 وطلع لي جذر اكبر من ال101. اجي اقول جذر ال101 اكبر من 10 واصغر من 11، اخذ الرقم الصغير. اذا 10 بوينت 10 بوينت 10 بوينت. اقول ال101 قريبة لل100 لو لل121؟ لل100. اذا 10.1 بوينت 2 بوينت 3. وبالتالي طول الضلع يساوي 10.1 والبوينت 2 والبوينت 3 إذا قربتهن. ايش قد يطلع الناتج إذا أريد أقربهن؟ الواحد ينطي 10، الاثنين تنطي 10، الثلاثة تنطي 10، لا ما تنطي. إذا الناتج يساوي تقريبا 10 متر. شفتوا شلون؟ يساوي تقريبا 10 متر. أجي للفقرة اللي بعدها، هي الفقرة 23. اجا قال لي رسم حسام لوحة فنية صغيرة مربعة الشكل، مساحة اللوحة 635 سنتيمتر مربع، قدر طول ضلع اللوحة باستعمال تقدير الجذور التربيعية. طبعا شباب هنا هم انطاني مساحة، شو يريد طول الضلع. اذا طول الضلع يساوي الجذر التربيعي للمساحة، ويساوي
الجذر التربيعي لل635. انتوا تدرون انه ما عندنا رقم نضربه في نفسه ينطيني 635، فلازم نجي نقدر، نقول الجذر 635 اكبر من واصغر من. يا رقم اضربه في نفسه ينطيني عدد اصغر من 635. شباب حفظوا انه عندكم 25 في 25، 25 في 25 ينطيك 625، ينطيك 625. 25 في 25 ايش قد ينطيني؟ يعطيني 625. وراها اخذ 26 في 26. تو اخذت 25 في 25، اخذ اللي وراه مباشرة اضربه عمودي. 26 في 26 انا بالحاسبة طلعه 26 في 26 يطلع 676. اذا اصغر من جذر 676. اذا جذر 635 اكبر من 25 واصغر من 26. انا شاخذ؟ اخذ الزغير دوم، اقول 25 بوينت 25 بوينت 25 بوينت. 635 قريبة لل 25 لو 76 لل 25. اذا 25 بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3. هذا تقربه، لان هاي مساحات لازم نقرب، ما يصير نخلي بيها كسور عشرية صغيرة. الواحد والاثنين والثلاثة ينطن ما ينطن، اذا يساوي تقريبا 25. اذا الناتج يساوي تقريبا 25 سنتيمتر، يساوي تقريبا 25 سنتيمتر. التمرين اللي بعده قال مفروشات اشترى بشار سجادة مربعة الشكل، انطاني مساحتها ويريد طول الضلع، كله نفس القانون. اذن اجي اقول طول الضلع يساوي الجذر التربيعي للمساحة. طول الضلع يساوي الجذر التربيعي للاثنين. عندي رقم اضربه في نفسه ينطيني 22؟ ما عندي. اذا اقدر اقول جذر 22 اكبر من واصغر من. يا رقم اضربه في نفسه ينطيني رقم اصغر من 22 اللي هو 16. وبعد يا رقم اضربه في نفسه ينطيني رقم اكبر من 22. هنا اخذنا 4 في 4، هناك ايش ناخذ؟ 5 في 5 اللي هو 25. اذا جذر 22 اكبر من 4 واصغر من 5. ناخذ الزغير 4 بوينت 4 بوينت 4 بوينت. 22 قريبة لل 25 لو لل 16؟ اذا 4.7 4.8 4.9. من اجي اقرب السبعة والثمانية والتسعة ينطن لي الاربعة لو ما ينطن؟ اذا ايش قد يطلع؟ 5، لان ينطن 1 يطلع 5. لذلك الناتج تساوي تقريبا 5 واكتب متر. يساوي تقريبا 5 واكتب متر. شباب هذا الفيديو اريده يوصل ل10,000 لايك حتى اضمن اعفاكم، حتى اضمن هذا الفيديو يوصل لكل الطلاب. واذكركم انه حقيبة ملازمنا اللي بيها الرياضيات والاحياء والاجتماعيات والاسلامية والفيزياء والانجليزي والرياضيات من الخامس للسابع والكيمياء والعربي، 9 ملازم ب80,000 تضمنون بها اعفاكم. اطلبوه من خلال واتساب 0770 88 127. اروح للتمرين اللي بعده. قال مساحة هم قطعة ارض مربعة الشكل انطاني طول ضلعها 10، وقطعة ارض اخرى تزيد مساحتها
تزيد يعني زائد. ايش قد مساحتها؟ 20. إذن هي أكثر من الأولى ب20، يعني ايش قد مساحتها؟ الأولى 10 والثانية 20، يعني ايش قد؟ شلون؟ تزيد مساحتها بمقدار 20. جمع، يعني ايش قد يطلع المساحة؟ 30 بالضبط. إذن هنا القطعة الثانية ايش قد مساحتها؟ الأولى مساحتها 10، الثانية أكثر من 10 ب20، ايش قد راح يصير؟ 30. يعني المساحة انطاني اياها 30، يريد طول الضلع هم نفس الحالة. هنا شنو الفكرة؟ بس اكو عندي جمع 10 و20، فلذلك هنا راح اجي اكتب شباب انه طول الضلع يساوي الجذر التربيعي للمساحة، طول الضلع يساوي الجذر ل30. عندي رقم اضربه في نفسه ينطيني 30؟ ماكو. اذن اجي اقول جذر 30 اكبر من واصغر من، يا رقم اضربه في نفسه ينطيني اصغر من 30 اللي هو من الاكبر من 30؟ 36 اللي هو 6 في 6. اذن جذر 30 اكبر من 5 واصغر من 6، اخذ 5 بوينت 5 بوينت 5 بوينت. 30 قريبة لل25 لو لل36؟ لل25، لأن بينها وبين ال30 كم رقم؟ 5 أرقام. بس 30 و36 ايش قد بيناتهن؟ ها عيني 6 أرقام. إذن أنا آخذ الأقرب. إذن هي قريبة للصغير، لذلك راح يصير 5.1 بوينت 2 بوينت 3. هذني أقربهن، الواحد والاثنين والثلاثة ينطين؟ لا. إذن يساوي تقريبا 5. إذن طول الضلع يساوي تقريبا 5 متر. التمرين اللي بعده هو تقدير الجذور التربيعية، ذني الكسور المنطيني اياهن، وراح اعلمكم طريقة بسيطة كلش مباشرة تحلون بدون اي تعب. اجا قال لي 2 زائد جذر 26 على 2، ايش قد ناتجها؟ شباب راح اجي بدون ما اقدر، اقول الناتج يساوي 2 زائد جذر 26 قريب اليا جذر عافية. اذن 26 جذر 26، بس لحظة، اذن جذر 26 قريب الى جذر 25، قريب الى جذر، هنا خلينا نكتبه احسن. شوفوا انا راح اجي اخذ جذر 26 لان ما عندي رقم اضربه في نفسه ينطيني 26. اذا جذر 26 قريب الى جذر 25، يعني ايش قد الناتج مال 26؟ لا، يا رقم اضربه في نفسه ينطيني 25 5. اذا 26 ايش قد ناتجها؟ 5 على 2. هسه 2 زائد 5 7 على 2. نجي للفقرة 27. 7 اقول يساوي 7 ناقص جذر 37 قريب اليا جذر. اذا ايش قد الناتج مال جذر 36؟ 6. اذا هذا 37 يساوي جذر 36. العفو، شوية تعلق عندنا الشاشة. اذا هنا جذر 37 يساوي تقريبا جذر 36. يعني 7 ناقص قد جذر 36؟ 6 على 2. 7 ناقص 6 1 والمقام 2. اذا الناتج 1 على 2. التمرين اللي بعده اجا قال لي فقرة 28 9 زائد جذر 17، ايش قد جذر 17؟ 16.
إذا جذر ال 17 هي تساوي تقريبا جذر ال 16 ويساوي تقريبا ايش قد؟ 4. إذا راح يطلع لي 9 زائدا 4 على ايش قد؟ على 3 ويساوي 9 زائد 4 على ايش قد؟ على 3. هذا الحل البسيط لهاي التمرينات. هذا الفيديو اريده يوصل ل10,000 لايك. واذكركم بحقيبة ملازمنا ضمن اعفاكم بعدكم بداية السنة، قدامكم الشهر الثاني ونص السنة، ورا نص السنة عندكم شهرين حتى تنعفون. 9 ملازم سعرهن 80,000 والكميات قليلة جدا اللي بقت. اطلبوهن واتمنى لكم كل التوفيق. اشوفكم بخير، مع السلامة.